اهلا بكم في فيديو جديد مع احمد الشريف. طبعا في عز الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها دي كل واحد فينا بيدور على احلى اكل ياكله بارخص سعر. رحنا طبعا عند كرم الشام نشوف من عنده ايه الجديد، ولقيت عنده عامل 4 عروض احنا لقينا منهم عرض التوفير اللي ب 120 جنيه عشان التنوع اللي فيه كتير. هنجربه دلوقتي ونشوف عامل ازاي. يلا بينا. طبعا رحنا فرع المنتزه والدنيا عنده كانت زحمه قوي، وزي ما اتعودنا بقى الدنيا زحمه هنصور برده في العربيه على طول. جبنا بقى الاكل من عنده، كان عباره عن 3 قطع فراخ كريسبي، وجايب معاه برده 2 عيش، وسندوتش شاورما فراخ، وباكت بطاطس صغير خالص، وواحد فته شاورما فراخ، وواحد توميه، وطبعا معالق كتير. كمان جايب معاهم لتر كوكا كولا. اول حاجه طبعا هنجربها هي فتة الشاورما، وزي ما انتم شايفين كده كميه شاورما فراخ حلوه قوي، وكمان في تحتيه توميه وعيش والرز. ندوق كده ونشوف عامله ازاي. نجرب بقى معلقه كده اللي فيها ايه الخلاصه كلها، ونقول بسم الله. تتبيله الرز حلوه قوي، طعم البهارات بتاعت الرز جميله جدا، كميه التوميه برده حلوه قوي ومعقوله قوي، وطعم الشاورما حلو طبعا جدا، بس التتبيله بتاعتها زياده قوي، طعمها ممكن تحسسك ان هي قويه جدا زياده عن اللزوم. طبعا برده احنا النهارده مش بنقيم قوي الفته دي حلوه ولا لا، احنا بنقيم ان الحاجه دي كجوده حلوه مقارنه بالسعر بتاعها. طبعا كرم الشام احنا كنا بحثا، وفي ناس كتير قوي جت صورت عنده وقالت رايها في الاكل. احنا طبعا مش بنجرب دلوقتي او مش بنقول راي كريفيو ان الحاجه دي حلوه ولا وحشه، احنا بس بنجرب الحاجه دي لما بتتحط جوه عرض بتبقى حلوه ولا لا. فالمره دي الفته دي حلوه جدا وانصحكم بيها، جميله جدا. طبعا برده نسيت اقول لكم ان هو مع الفته بيكون جايب معاه علبه توميه تاني زياده. قبل بقى الشاورما نجرب البطاطس كده مع التوميه نشوفها عامله ازاي. بطاطس اهي لوحديها، هي حجمها صغير جدا وحاطين عليها تتبيله حلوه قوي. نجربها كده مع التوميه ونشوفها عامله ازاي. توميه تحفه، طعم التوميه عالمي بصراحه. نخش بقى على السندوتش. طبعا حجم السندوتش كبير جدا، يعني ده كده حجمه هو بالنسبه لدراعي، برده حجمه حلو مش وحش، مش رفيع برده، حجمه يعتبر مليان برده مش وحش. كميه الشاورما برده اللي جواه حلوه قوي، بس في الاخر هيهمنا الطعم. هندوق بقى دلوقتي ونشوفه عامل ازاي. بسم الله. تحفه جدا. كميه العيش في السندوتش هنا حلوه قوي ومناسبه، ما هياش مليانه ولا مالي السندوتش كله بالعيش. العيش كمان طعمه حلو قوي. الشاورما بقى طعمها تحفه، احسن من الشاورما اللي كانت في الفته، والتوميه اللي جوه كمان مخليها الطعم في حته ثانيه. فالسندوتش بصراحه حلو قوي، وكالعاده برده هو متميز قوي في سندوتشات الشاورما دي، تبقى تحفه جدا من عنده. فاضل بقى دلوقتي نشوف اخر حاجه معانا وهي الستريبس، نشوفها عامله ازاي. نشوف بقى وجبه الستريبس بقى دي عباره عن 3 قطع فراخ كده ستريبس. ممكن نجربها كده الاول لوحدها من غير اي حاجه، نشوفها عامله ازاي. طعمها تحفه جدا، التتبيله بتاعتها حلوه قوي، وطبقه البريدنج اللي عليها دي بتقرمش جميله جدا وحلوه وماسكه فيها. غير بقى كمان ان اهم حاجه بالنسبه لي ان هي قطعه فراخ صحيحه، مش ناجتس ولا اي حاجه. فلا بصراحه حلوه جدا، واعتقد كمان لما هجربها دلوقتي مع العيش والتوميه هتبقى عالميه قوي. طبعا الكوكولا احنا مش هنجربها، كوكولا عاديه مش هو اللي عاملها يعني. وانا كمان عاجبني قوي ان هو حاطط قطعتين عيش مش قطعه واحده. معظم المطاعم بتحط قطعه واحده وده بيبقى قلبان يعني، قطعتين عشان تعرف تاكل 3 قطع. يعني هو حاطط لك 3 قطع فراخ، هيحط لك عليها قطعه عيش واحده هتاكلها ازاي يعني؟ فقطعتين اقل حاجه ممكن تتحط مع وجبه زي دي. العيش حلو قوي، وعليه كمان اللي هي السيدز اللي بتبقى موجوده كده من فوق دي بتبقى حلوه قوي. نحط كده حته الفراخ اللي اكلناها، وهنغمسها كده بالتوميه نشوفها عامله ازاي. نقول بسم الله. 10 على 10. تتبيله التوميه مع الفراخ مع العيش حلو قوي، وزي ما قلت لكم العيش ده طعمه حلو قوي وفريش جدا. بس انا في النهايه كده عايز اقول لكم ان الوجبه دي كسعر مقابل قيمه عاليه جدا، هتاخد كميه اكل حلو قوي بسعر رخيص قوي، ومفيش اي حاجه فيها وحشه زي ما كنت متوقع. انا كنت متوقع الحاجه دي عشان تطلع في عرض وهتبقى اي كلام او مش مخدومه او مش هيطلعها حلو زي ما هو بيبيعها، بس الحاجه لا طالعه حلوه جدا وطعمها حلو قوي وكميات مظبوطه جدا. انا ارشح لكم الوجبه دي طبعا بقوه، لان هي فعلا زي ما قلت لكم كسعر مقابل قيمه 10 على 10. وبس كده، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.